بيبدأ الفيلم فيه البراري وقطيع من الحصينة بياكلوا من الحشائش، وفي فرصة بتولد بيجمعوا الحصينة حواليها، بتولد حصان اللي هو بطلنا اللي اسمه سبيرت، ويكبر ويبقى قائد القطيع بتاعه، وبيعيش في البراري الواسعة في الغرب الأمريكي، وبيحب الحرية والقوة، وبيحمي القطيع بتاعه بشجاعة. في ليلة بيشوف دخان غريب جاي من ورا، فبيقرر يروح يشوف ايه. ما كانش عارف ان الفضول ده هيغير حياته وهيجيب له ليه مشاكل كتير قوي. وهو بيستكشف سبيرتي بيلاقي مجموعة جنود من الجيش الأمريكي بيحاولوا يمسكوا الخيول البرية. سبيرتي بيتدخل عشان يساعد الخيول، لكن الجنود بيصحوا وبيقبضوا عليه. هو بيقاوم بجامد لكن بيقيدوه ويسحبوه على المعسكر بتاعهم. الجنود بيحاولوا يروضوه، لكن سبيرت عنده إرادة قوية ومش هيسيب نفسه ليهم ضحية. في المعسكر سبيرت بيتعرض لمحاولات ترويج كتير، لكن بيقاوم بكل قوته. الجنود بيربطوه وبيعذبوه عشان يخلوه يطيحهم، لكنه بيرفض يستسلم. سبريت مش عايز يكون تحت سيطرة حد، وبيفضل صامت رغم كل التعب، وبيفضل يفكر في طريقة يهرب بيها عشان يرجع لحريته تاني وللقطاع بتاعه. في المعسكر سبريت بيتعرف على شاب من السكان الأصليين، الجنود واخدينه معرفش بيضربوه، اسمه ليتل كريك، اللي هو كمان أسير عند الجنود. ليتل كريك بيشوف روح سبريت الحرة وبيقرر يساعده. الاتنين بيحاولوا يهربوا مع بعض، وسبيرت بيقدر يكسر القيود ويطلع يجري بعيد عن المعسكر. سبريت وليد الكريك بيهربوا، بس الجنود مش بيسيبوا الموضوع وراهم وبيطاردوه، وبيكون فيه مطاردات ومغامرات كتير قوي. لكن سبريت بفضل سرعته وشجاعته بيقدر يهرب. بيبدأ يثق في ليد الكريك اللي بيساعده في الهروب، ويبدأ بينهم صداقة مبنية على الاحترام والحرية. بعد كده سبريت بيرجع عملية الكريك القبيلة بتاع السكان الأصليين، ويشوف حياة جديدة ما يعرفهاش. بيقابل هناك فرسة جميلة اسمها رين، بيبدأ يحس بمشاعر خاصة ناحيتها. سبريت بيفكر في القطيع بتاعه ويحس إن لازم يرجع لهم مهما كانت التحديات اللي يواجهها. سبريت بيحاول يتأقلم مع حياة القبيلة، لكنه دايما عنده رغبة إنه يرجع للحرية في البرية وللقطيع بتاعه. فريد الكريك بيحاول يروضه، لكن بيلاقي ان سبيرت مش ممكن يتروض بسهوله، وبيقرر يسيبه حر ويخليه يختار طريقه. العلاقه بين سبيرت وريكت كريك بتتطور لصداقه قويه المبنيه على الفهم، وسبيرت بيفكر انه يسيب القبيله ويرجع لقطيعه، لكن مش قادر يسيب رين. في الوقت ده الجنود بيرجعوا تاني وبيهجموا على القريه وبيقبضوا على سبيرت ورين. وسبيرت بيحاول يهرب، لكن الجنود بيقيدوه تاني ويقرروا ياخدوه ويسحبوه القطر الحربي بتاعهم. سبيرت بيهرب هو ورين، لكن بيصابوا بجروح من النطة دي خطيرة. أو أقرب شط بيلاقي سبريتي رين مغمى عليها، فيحاول يفوقها ويصحيها. وبعد ما والجنود بيربطوه سبريت قدام القطر وبيجبروه إنه يجروا عشان يكملوا خط السكة الحديد في البراري. سبريت بيقاوم، لكنه مضطر يمشي عشان ينقذ رين اللي متربطة جنبه، ويكون صعب عليه يشوف البرية بتتدمر قدامه بسبب القطر، ويبدأ يفكر في خطة يقدر يهرب بيها. سبليت بياخد قرار جريء انه يوقف القطر بأي طريقة، ويبدأ يجري بكل قوته ناحية منحدر عشان يوقع القطر. في اللحظة ربو سبليت ورين بيلاقوا مكان آمن في البرية يستخبوا فيه ويعالجوا جروحهم. سبليت بيعتني برين وبيفضل جنبها لحد ما تبدأ تتعافي، وبيتأكدوا ان الجنود لسه بيطاردوه. وسبليت بيعرف ان لازم يفضل قوي عشان يحمي نفسه ورين. وسبليت ورين بيبدأوا رحلتهم للعودة للقطيع، لكن الرحلة مش سهلة. بيواجهوا مخاطر كتير في البرية من الحيوانات المفترسة وظروف الطقس القاسية. وسبليت بيحاول دايما يحافظ على روح الأمل اللي جواه، وبيستمد قوته من علاقته برين اللي بقت جزء من حياته وتبقى الكراش بتاعه. وليت الكريك بيلاقي سبليت ورين بعد ما دور عليهم، وبيساعدوهم يكملوا رحلتهم للقطيع. والجنود بيظهروا تاني، يعني مش سايبينهم في حالهم، وبيحاولوا يمسكوا سبليت، لكن ليت الكريك بيقف قدامهم وبيحمي سبليت ويجروا. وبيبقى في حيرة انهم في حافة الجبل، فيقول مش هينفع. فسبليت بيقرر وينط الجبل التاني، ويشوف الجند بيرفع السلاح، يقول الجند التاني بس سيبهم، ويسيبوا ويمشوا بفضل شجاعة ليت الكريك، وكمان بفضل شجاعة سبيريت اللي قرر وجاله الجرأة انه ينط للجبل التاني. بعد كده سبيريت بيوصل اخيرا للقطاع بتاعه، وبيكون في فرحة كبيرة لانه رجع قائد ليهم من تاني، وبيستعيد مكانته من الخيول البرية، وبيكون رين جنبه كصديقة ومراته ان شاء الله في المرة الجاية والفترة الجاية. وسبيريت بيتعلم ان القوة مش بس في الجري والهروب، لكن كمان في القدرة على مواجهة التحديات بشجاعة وصبر. والقبيلة بتحتفل بعودة سبيريت ورين وبداية حياة جديدة. فريت الكريك بيقول لسبيريت إن دايما هيكون جنبه ودافع عن البرية، فيمشي ريت الكريك بيودعه ويسيب لورين تمشي معاه. وسبريت بيحس انه اخيرا لقى مكان امن ليه وللقطيع. بيودع ريت الكريك، لكنه عارف ان الصداقة بينهم هتفضل طول العمر. سبريت بيقود القطيع بتاعه من اول وجديد اللي هو في البراري، ويحس بالفخر انه قدر يحافظ على حريته وحياة القطيع.
بيتعلم ان القوة مش بس في مقاومة العدو لكن كمان في حماية اللي بيحبوه. والبرية بترجع تبقى مكان آمن للخيول البرية، لا فيه جنود ولا جيش أمريكي من تاني. وسبريت بيشوفها وهي مزهرة كده وجميلة للبراري. وسبريت بيفتكر كل اللحظات الصعبة اللي عدت عليه وكل المغامرات اللي خاضها عشان يحافظ على حريته. بيتأكد إن الحرية مش حاجة سهلة لكنها تستاهل كل تضحية. ويبص على قطيعه وهما بيجروا في البرية بحرية، بيحس بفخر إنه بقى قاطبهم ومثالهم الأعلى. وسبريت بيشوف الجنود وهما بيعدوا على المنطقة وبيحس براحة، بقت مكان تاني. بيسيب أثر في كل مكان بيعدي عليه، بيفضل رمز الحرية في الغرب الأمريكي. قصة بتفضل ملهمة لكل الخيول. إيه يا جدعان ده آخر ولا في الأول دول حسين يا جدعان يعني. مع مرور الوقت بقى سبريت بيبقى أكبر لكنه لسه قوي وحريص حماية القطيع بتاعه، وتبقى ريني دايما جنبه ومساعداه. بعد كده يوم من الأيام سبريت بيقف في أوتيل عالي وباص على القطيع بتاعه وهما بيلعبوا في البراري. بيشوف إن البراري لسه زي ما هي، مكان حر ومفتوح للخيول. بيحس بالفخر انه قدر يحمي القطيع بتاعه ويخلي البراري مكان امن لكل الخيوط اللي بتعيش فيه. وسبريت بيكمل حياته كقائد قطيع، بيفضل يعيش حر في البراري مع رين والخيول التانية. متنساش تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس اللي جنبي ده عشان يوصلك كل الفيديوهات، واعمل لايك للفيديو ده عشان اللايك ده بيخلينا نكمل في المحتوى.